حماية؟ مرات ابني؟ أنا تقفلي في وشي كده يا مرات ابني؟ أنا جاي لابني المشوار ده كله وتسكع الباب في وشي. عاوز ايه يا راجل انت؟ يا بنت افتحي، ده أنا جاي المشوار ده كله وابني عازمني. انت ايه اللي جابك هنا؟ يلا امشي غير في داهية تاخدك. أنا جاي أقعد يومين يا بنت كده، ما يصحش، عيب. يومين ايه يا ابو يومين؟ انت يومين في عينك يا بنت ما ينفعش كده، حرام عليك، حرام عليك، ده أنا تعبان. حرمت عليك عيشتك يا راجل انت. آخرتها تعملي فيا كده؟ انت هتعملي فيا كده؟ بعد ما ربيته وكبرته وخدتيه على الجاهز تقفل الباب في وشي؟ كان الباب هيفتح دماغي يا بنت. يا بنتها كانت فتحت دماغك ومت وخلصنا منك. هو في حد يجي لحد يا راجل يا ناقص في نص الليل؟ يعني اخش بس لو هريح للصبح، اما ابني يجي ده هو اللي عازمني وقال لي تعالى. ما تمشي بقى غرفتها هي بقى تاخدك بقى. بقول لك ايه، انا مجنونه، ما تجننيش عليك وما تخليش الجيران تسمع بيا. انت عارف انا هنا سمعتي زي الجنيه الذهب، ومعروف عني اللي انا صوتي واطي. بقول لك حسك عينك، رجلك تيجي هنا هقطعها لك. حرام عليك يا بنت، فاهم؟ حرام عليك. يلا غرفتها هي تاخدك، وانت راجل ناقص كده وشايب وعايب. ايه حرام عليكي يا بنت، ده تاكل قرف عليك وعلى سنينك. هذا مش ده عم عادل ابن استاذ مودي اللي ساكن هنا؟ ما مرات استاذ مودي بتكلموا لي كده وبتشحطوا بالطريقه دي ليه؟ لا انا لازم اشوف ايه الحكايه. ماشي ماشي يا بنتي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انا شفت اللي حصل كله يعني، بس والله كان غصب عني، انا اسف. احنا يا ابني اللي اسفين، احنا ناس مش محترمين مش متربيين. لا يا حاج ما تقولش على نفسك كده، انت محترم وابن ناس، وانت ربيت استاذ مودي كويس قوي. على فكره مودي حد كويس وساكن هنا من زمان، فانا يعني انا مستغرب من اللي حصل الصراحه. ما كنتش اتوقع من مراته ان هي تعمل فيك كده. اعمل ايه يا ابني؟ انا جاي زي ما انت شفت كده، راحت ساك على الباب في وشي، كان الباب هيشيل وشي، وجاي تعبان مش قادر صلات الفجر، وقلت اجي اخبط على الباب اريح لحد ما النهار يطلع، لحد ما ابني يجي. انا عارف انه في الشغل، بس هو قال لي تعالى وانا جاي لك. يا زي ما انت شايف كده، لا عندها اخلاق ولا دين ولا ضمير. ربنا يغفر لها يا حاج ويسامحها على اللي عملته ده، وانت برضو معلش اعتبرها زي بنتك وغلطت، وانت برضو لازم يعني تعدلها وتسامحها. ولما مودي يجي انا متاكد انه مش هيسيب حقك، لان مودي يعني باين على انه حد كويس زي ما قلت لك ومتربي. فانت علشان المكان اللي انت جاي منه تعال اقعد عندي بس شويه كده ارتاح، ولما مودي يجي يبقى تعال. يا ابني كتر خيرك، بس لو هتعمل فيها معروف سيبنا امشي وما تجيبش سيره لابني، لانه لو عرف هيزعل، وانا برضه ده ابني اخاف عليه. لا اله الا الله. انا همشي وكاني ما جيتش. يعني يا حاج بعد اللي عملته فيك ده مش عايز برضو ابنك يعرف؟ لا يا ابني معلش. طب معلش انت يا حاج تعالى بس ارتاح عندي شويه من المشوار اللي انت جاي منه، وبعد ما ترتاح كده وتشرب حاجه كده تهدى اعصابك شويه، بعد كده اتكل على الله براحتك، او عايز تقابل مودي قابله. كتر خيرك يا ابني، اللي مني ما تحملنيش. كتر خيرك يا ابني، يبقى انت اللي هتتحملني. يا حاج اتحملك انا اشيلك كتر فوق خيرك دماغي. يا ابني، اتقل من بني ادم ما فيش يا ابني. انا اللي استاهل، انا اللي غلطان اني جيت. لا اله الا الله. معلش يا ابني كتر خيرك. طب يا حاج اتفضل. بس الشبشب وامشي. السلام عليكم. مع السلامة يا ابني. الغريب هيبني عنده وانت قلبك اسود، قلبك كله سواد. منك لله، الله يسامحك بالرامل ده كله. مش هين علي عكنن على ابني وعكنن عليكم. انا قلبي اللي دايما جايب لك كافيه، مش همشي ورا قلبي تاني وماشي، مش جايين تاني. بس ايوه اختي روح قلق مودي. ايه غوري اطلع بره من هنا، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. ما تخبطيش على الباب وغوري من هنا، بدل ما اطلع افرج الجيران عليك واخلي شكلك زيك زي الشبشب اللي انت لابساه. ايه اللي انت بتعمله دوت يا مودي؟ انت بتطردني؟ بتطرد اخت مراتك؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ افتح لي وواجهني لو عندك القدره، لكن انت ما تقدرش. لا عندي القدره واجهك وواجه 10 زيك.
انت بتقفل الباب في وشي؟ انا جايه بيت الباب اختي في مش جايه وشك بيتك. وفي وش اي حد من طرفكم. نعم. وعلى الطلاق بيت 3 من اختك اللي هي مراتي، ما في مخلوق خلقه ربنا منكم هيحتى بالعتبه دي وهيدخل الباب. طب ايه رايك بقى ان انت تطلع عشان هي اصلا ما ينفعش انها تقعد مع واحد زيك، واحد بيقفل الباب في وش اختها؟ هو انت يا عبيط؟ بنتي خلي عندك كرامه ودم، وغوري من هنا في 60 داهيه. لا انا عندي كرامه ودم غصب البيت عنك ده انت وعن مش هتدخل ايه؟ فاهمه ولا مش فاهمه؟ بيتي وانا حر فيه، ادخل اللي على مزاجي واللي مش على مزاجي مش هدخله، ولا هيعتب عتبة باب شقتي. فاهمه ولا مش فاهمه؟ لا مش فاهمه. واعلى ما في خيرك اركبيه يا اختي. لا ما تجيش هنا تاني. عايزه تشوف اختك تكلمها في التليفون وتجيلك عندك البيت وتشوفيها. نديلي على داليا. اديني طلعت وكلمتك داليا بلساني. أنا المره هرد. الجايه مش هطلع ولا هكلمك، هربق هضربك بالشبشب وهمشيك تضرب زي مين الكلب. بالشبشب ده؟ انا مش عايزه اكلمك ولا عايزه اقل ادب عليك، محترمه ان انت ايه اللي ادبك عليا؟ جوز اختي، فما تخلينيش اللي بقى زيك نحول قفلوا عليك. معايا. داليا يلا غوري من هنا. غرة في شكلك. طب انا بقى مش ماشيه. عملت ايه في اختي؟ طلع لي اختي اطمن عليها عشان انا عارفاك انسان اصلا قليل الادب ومهزأ. واحد زيك ما بيتامنش على اي حاجه، بتطردني تطرد اخت مراتك. ده البيت بيتنا، ده انت ما جبتش قشايه. لو ناس افكرك بقول لك افتح لي. خليكي خبطي لحد الصبح وانا والله ما هفتح الباب. وانت لو عندك كرامه وعندك دم غوري في داهيه من هنا. ايه القرف ده؟ واحد بيطردك واقفه تبجحي كتكنيله. ارغي مع نفسك بقى. بصي يا داليا، في ايه يا انا هناك؟ بيتك دوت مش داخلهولك تاني. انت دخلتي بيتي وقدرتك وفتحت لك الباب عشان انت اختي، لكن قسما بالله لو كنت لمحت اسمه ايه جوزك ده ما كنتش بصي دخلته. تعالي لي بس هنا كده. مالك كده؟ قولي لي في ايه؟ مالي؟ هو عمل معاكي ايه؟ طردني وقال لي هرفع شبشب واديكي بيه. نعم. وقال لي امشي ومالكيش اخواتي هنا، ولو فكرت ان انت تيجي لاختك تاني مش هتعرفي اللي انا هعمله فيكي. انت اتجننتي وقفل ولا الباب ايه؟ في وشي. مودي جوزي عمل كده؟ انت عبيطه ولا ايه؟ ده انا هطين عيشته. ازاي يعمل حاجه زي دي وهو عارف ان انت اختي الوحيده وعارف ان انا روحي فيك؟ ازاي؟ انت اكيد يا ايه بتهزري. لا والله العظيم يا داليا مش بهزر. مش شفتيش شكلي يا داليا وانا واقفه عماله ارد على الباب واقول له افتح لي، وراح جه شتمني يا داليا. يعني ايه هني؟ انا لو قلت أنا لجوزي كنت نايمة. هيسكت. انا خفت عليكي. انا قلت لحسن يبقى ضربك ولا منيلك ب60 نيله، لحسن لا، دوت ما وما قاليش يتامنش. اي حاجه خالص يا بنتي اللي انت جيتي، ولا اي حاجه خالص نهائي. مش عارفه يا داليا مش طب عارفه. حاولي تهدي شويه وانا اشوف حل الموضوع ده. لا الموضوع ده ما فيهوش حل. بيتك يحرم عليا. لا مش داخلة طبعا تاني يا ده داليا. بيتي هو بيتك يا ايه. ده كان زمان، لكن لو هتفضلي متجوزه الزفت اللي انت متجوزاه دوت يبقى ولا انت اختي ولا انا اعرفك. يعني ايه يا ايه؟ امال انت عاوزاني اتطلق؟ هو فعلا انا هتطلق لو هو ما اعترفش يبص بالحقيقه وما جاش اعتذر لك. لازم اتطلق. انا مش هفضل على ذمته. انا مش بس. بقول لك ان انت تخربي بيتك عشان بعد كده ما تجيش تقولي لي انت اللي خربتي بيتي وانت السبب وانت. لا يا داليا، بيتك وانت حره فيه، وكل واحده حبيبتي تخليها في بيتها عادي، يعني ما فيش مشكله. لا انا طب بقول لك ايه، انا همشي دلوقتي وهشوف الموضوع ده. هبقى اجيلك تاني. سلام. سلامات. اقفلي الباب وراكي عشان مكسله اطلع اقفله. خلاص يا ابني قلت لك جاي لك. يلا سلام. بقول لك ايه، هو ايه اللي انت عملته ده؟ ان شاء الله انت ازاي تطرد اختي من البيت لما جت سالت عليا؟ وازاي تعمل حاجه زي دي؟ ازاي؟ انت لو ما اعتذرتلهاش انا هتطلق. هاو ما اعتذرتلهاش. تعتذر لها؟ اعتذر لمين يا عم اعتذار؟ وانت عارف كويس قوي اللي انا ما بحبش ازعلها. تزعليها؟ الا ايه عندي بلا وانت عارف بلا كده. حرام. بقول لك ايه، لو سمحت ما تغلطش فيها. اسمع وصيتك ما يعلاش وانت بتكلميني. انا مزاج الم هدومي واروح عند ابويا. الباب يفوت جمل وانت الخسرانه، وهخلي ابوك يديني حق وانا قاعد حاطط رجل على رجل كده وفي بيتي. انت ازاي تطرد اختي؟ رد عليا احسن. طردت اختك عشان مزاجي قال لي تطرد. يعني ايه مزاج؟ عشان ده بيتي، عشان انا حر، عشان ربنا سبحانه وتعالى قال كما تدين تدان. يعني انت هتدين بحاجه هتدان بيها بعد كده. ما هي الدنيا مش على كيف حد، الدنيا دي دواره، يوم ليك يوم عليك. ويوم لك يوم ويوم فوق. عليك ازاي؟ يعني انا عملت فيك ايه عشان اللي انت بتقوله ده؟ يوم تحت
دنيا دواره، يوم ليك يوم عليك، يوم ليك يوم عليك، ما علينا، يوم فهمنا. فوق يوم لخص. تحت. ها الكلام ده مش بفكرك بحاجه مثلا؟ لا هيفكرني بايه يعني؟ بص يا داليا، ده انت مراتي واللي ربى خير من اللي اشترى. سيبك من الجو ده وسيبك من الوش اللي انت لابساه ده، اقلعيه ولقحيه في الزباله عشان ما بقاش له لازمه. شغل حوريني يا تيتا ده مش هينفع معايا. امال ايه اللي له لازمه؟ تمام. انا راجل مش مختوم على قفايا، ولا انا راجل اهطل، ولا انا راجل خواجه، ولا انا راجل هفق لا مؤاخذه يعني عايش وكانه مش عايش. انا اعرف دبه النمله اللي بتحصل في غيابي، واعرف ايه اللي يحصل في غيابي قبل وجودي. انا ما بقاش انا راجل اما كنتش ابقى بره البيت وعارف مراتي بتعمل ايه في غيابي، والله وعارف انت ايه اللي عارف بيحصل في بيتي. كويس قوي اللي انا ماشيه زي السيف. حلو. ولما انت كنت ماشيه زي السيف، انا كنت ماشي معاكي زي السيف قصادك، خطوه شمال خطوه يمين، خطوه يمين خطوه شمال. لما جيتي خلفتي وخدت خطوه شمال جامد، رحت انا جاي احدف عليكي خطوه يمين جامد عشان الحقك، لان انا احب ابقى متساوي، لا ابقى على حد ولا حد يبقى عليا. يعني ايه؟ يعني انت انا عملت واحده ايه ده كله؟ واطيه. اه والله العظيم، واول مره اغلط ما فيكي. تغلطش فيا. لا واطيه، وما تمرش فيك التربيه، ولا تمر فيك العشره والعيش والملح، ولا تمر فيك حب ليكي، وان انا واحد صاينك وحاطك جوه عينه وبيتعب وبيشقى عشانك ومعيشك عيشه حلوه ومقعدك في مكان نضيف وذهب واكل وشرب وعربيات ودنيا تمام. انت مش ناقصك حاجه، تقصري معايا ليه؟ ولو انت فاكره ان انت اللي انت عملتيه ده هيعدي بالسهل تبقى عبيطه. بس انا خدت حقي، وخدت حقي بحرفه. ليه؟ لان المثل بيقول خد الحق حرفه. برضه ايه لازمه اللي انت تطرد اي اختي من على الباب؟ انا بقى عملت كده ليه؟ احكي لك وافهمك كل حاجه. فانا زي ما حكيت لك كده، انا شفت الموقف كله من بعيد، وانا يعني كنت طالع على السلم، طالع على شقتي، وفجأة لقيت الباب بيتقفل في وش ابوك يعني. وبعد ما قلت لابوك ان انا يعني ان هو يجي عندي وكده، قال لي لا ومش لا ومش هينفع ومش عارف ايه، علشان خاطر المودي ابن ما يعرفش، ويا ريت ما تجيبلوش سيره. بس انا ما اقدرش اشوف حاجه زي كده واسكت. مش عايز يخرب على ابني. طبعا الرجاله الكبيره اللي في سن والدك يعني بتكون مش عايزه ان هي تعمل اي حاجه زي كده، علشان خاطر في اعتقاداته يعني ان هو ايه، هيخرب بقى بيتك ومش عارف ايه والكلام ده كله. انت ممكن تطلق مراتك او ممكن تزعل منها، فهو بيجي على نفسه علشان خاطرك. بس الغلط غلط، والا غلط الاهل. اكيد طبعا. ان مرته تعمل كده مع ابويا ده مش هعدهولها. الصراحه انا حطيت نفسي مكانك، ما استحملتهاش على ابويا. ف ماشي يا داليا. يعني شوف بقى اللي انت عايز تعمله ماشي. اعمله. وصدقني يا مود انا مش بخرب بيتك ولا حاجه، لا انا لا. بس بنورك وبقول لك اللي حصل كتر والحقيقه. خيرك، انت عملت اللي المفروض يعمل. انا بس ليا لوم عليك في حاجه صغيره، كنت المفروض ترن عليا في وقت ما شفت الموقف ده، وانا كنت جيت هوا طينت عشتها وخليتها ملهاش لازمه. وانا قلت لك بقى، ابوك قاعد يقول لي ما تقولوش ما تقولوش، وانا الصراحه كنت اسمع الكلام، بس لما جيت قلت لك يعني حطيت نفسي مكانك ما استحملتش، فقلت لا لازم اقول لك. انت هتعرف اخد الحق حرفه، وانا راجل مش غشيم عشان اروح اطلقها. لا، انا هعرف اخد حقي وحق ابويا منها، وهعرف اربيها واعلمها الادب، وهضرب لها القلم اللي ضربته لابويا ده 20 قلم على وشها. صح، كما تدين تدان. وانا بشكرك يا عم عبده، والله يكتر الف خيرك. فعلا عملت بالجيره وعملت بوصيه النبي اللي قال عليها ان النبي موصي على 7 جار. كتر الف خيرك. انت كنت ممكن تكتم جواك وتسكت زي ما ابويا قال لك، بس انت اللي انت عملته ده الصح. ابويا كانش عايز يخرب عليا، بس الحياه لازم تتكشف وتتعرف. فانا بالظبط. بشكرك جدا، بالظبط. وهستأذنك عشان الوقت متأخر واسيبك ترتاح. خلاص ماشي، اتفضل. ماشي. ربنا يا رب يهديكم ويصلح الحال. وهي دي كل الحكايه. عرفت بقى انا عملت كده ليه؟ طب والحل ايه؟ قبل ما اقول لك الحل ايه، انا عزم عليا ان اقفل الباب في وش اختك، بس معلش في الكلمه، اختك مش احسن من ابويا. انا اتعاملت معاكي بايه؟ كما تدين تدان. قفلت الباب في وش ابويا ومشيتيه من على الباب، قفلت الباب في وش اختك ومشيتها من على الباب. هي نعم كرمت ابويا في حته وكرمت اختك في حته، بس هو نفس الموضوع. طرف من الاهل قصاد طرف من الاهل، قفلة باب قصاد قفلة باب، طرد من قدام الباب قصاد طرد من قدام الباب. يعني هي خلاص. خد وهات، اعتذر. زي ماتش 90 دقيقه فرقتين طاحنين بعض وفي الاخر يطلعوا تعادل. دي هي دي، مفيش مشكله، مفيهاش اختلاف كتير. زي 2 بيلعبوا دومنه وفضلوا يلعبوا 10 ولعبوا دور فيها جامد قوي، وفي الاخر واحد كسب البلاطه ما خدش حاجه. بص يا مودي، طبعا انت عارف انا قد ايه بحبك،
وقد ايه في ما بيننا عشره، حصل. وقد ايه اللي انا ما اقدرش اعيش من غيرك. وانت ما عملتيش مش بيها هخرب ده ليه؟ بيتي. ما عملتيش بيها. خلاص انا عندي حل كويس. وعارفه انت لو طلعت زعلانه دلوقتي طوب الارض هيغلطك لان انت اللي بدات بالغلط، فما تبدايش بالغلط مش وتيجي هيرضيك. تقولي يفتح الله. طيب ماشي خلاص، انا هعتذر لابوك وانت تعتذر لاي اختي. حلو. ايه رأيك؟ الكلام ده كلام جميل، بس في حاجه. ايه؟ ابويا يتصلح في المكان اللي زعل فيه، هو كده. المكان اللي ابويا اتغلط فيه وزعل فيه يتصلح فيه ويتجاب له حقه فيه. فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمة. عشان ربك عادل، بيحب العدل، ما بيرضاش بالظلم. طب هو ايه؟ آية دي معلش في الكلمة، أنا لو كلمتها في التليفون اتراضت. أنت ما ينفعش تقارن آية بأبويا، صح ولا أنا بتكلم غلط؟ بس أنا برضه عشان راجل ابن أصول ومتربي وفاهم في الصح هراضيها. اتفقنا؟ يبقى أكلم أبويا في التليفون وتقولي له أنا آسفة يا حماية وأنا غلطت فيك وحقك عليا، بالنيلة عليه. ولازم تيجي عشان أنا عايزاك وعايز أتكلم معاك. طب كلمه انت. من العين ده قبل العين دي. خليك. اطلبهولك حالا. الو السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ كله تمام والله الحمد لله في نعمه. انا ودالي عاملين ايه؟ في نعمه الحمد لله. لا ده دالة شايلانه في عينيها. يا حاج، هي خدها عايزه تسلم عليك. عايزه تسلم عليك والله. خد معاك اهي. الو. ايوه يا حماية، ازيك؟ افتح وشك. عامل ايه؟ بقول لك ايه، ما تيجي تتغدى معانا؟ ايوه خلاص ماشي، مستنيك. تعالى دلوقتي. ما تأخرش يابا، أنا في انتظارك. مع السلامة. كده أنت ماشية 100 100. أبويا هيجي قبل ما يدخل من عتبة الباب دي يكون متصالح، يدخل بيته وهو متراضي. اتفقنا؟ اتفقنا. كوباية شاي بقى. حاضر. هي الدنيا كده زي ما أنا قلت، يوم لك ويوم عليك، يوم فوق ويوم تحت. حماية؟ مرات ابني يعني مش هتشحتيني المرة دي؟ لا طبعا، انت على راسي من فوق. تعالى اتفضل، احنا مش هنتكلم بقى على الباب. في ايه مالك؟ سبحان من غير الأحوال. تعالى اتفضل. انت عامل ايه واخبارك ايه؟ والله أنا أخباري تمام الحمد لله، طول ما أنتوا بخير أنا بخير. بص بقى، انا النهارده جايباك عشان اللي انت يعني تتغدى معانا. هو مودي يعني جوه وكده، وانا هندهولك هو مريح شويه، هخش اصحيه وهنتغدى مع بعض. واذا كنت زعلان مني انا اسفه وحقك عليا، ما تزعلش. خلاص مفيش حق ولا حاجة، خلاص. ما أنت في الأول وفي الآخر أنت مرات ابني، يعني حتى لو زعلت شوية وخدت على خاطري شوية صعبانيات عشان أنت مرات ابني، ما كانش صح ولا كنت متوقع ان انت للدرجه دي تعملي فيا كده. ده انا قلت انت هتفرحي بيا وترحبي بيا صاحب بيت، وانك مكان بنتي يعني. شرف ليا اللي انا اكون بنت حضرتك، وبعدين حقك عليا. هي بس يعني ساعة شيطان كده وغصب عني والله، لكن انا ما اقصدش بجد اللي انا ازعلك. حقك على راسي، خلاص ما تعيطش. عارف انك ما تقصديش، بس يعني اللي صور لك تعملي فيا كده. ده انا حتى ما زعلتكش، حتى ما لحقتش اخش من الباب رحت ساكع الباب في وشي. معلش بقى، هي بس كان وقت نرفزه وانا عارفه ان انا غلطانه وما اقصدش بجد اي حاجه من دي. فانا عاوزه اقول لك ان انا عرفت غلطي وحقك على راسي. عارفه انا اهم حاجه ان انت عرفتي غلطك، لا حق ولا حاجه. انا مش هاخد حقي من بنتي، ما انت زي بنتي برضه، ما هي مرات ابني هي بنتي. بس يا ريت احنا نستفاد من غلطنا ونتعلم وناخد بالنا من اللي جاي. يا بنتي الناس اللي زينا
اتمنى الرضا، لان إن الواحد منا ماتوا كل حاجة حلوة. احنا السعادة، احنا الحب، احنا الابواب الخير المفتوحة، احنا رضا ربنا عليكم. ونعم بالله. انت على راسي. انا مش بأنبك ولا بلومك، بس انا بنصحك لان انت غالية عندي. فيا بنتي ما يصحش كده انك هوب تروحي قافلة الباب على طول. ربنا ما بيقفلش بابه في وش حد، ده ربنا غفور ورحيم وكريم، ويحب كل كريم ويحب كل رحيم. يعني الرحمة حلوة وجبران الخاطر حلو. ده انت اما تقطع عليا كده وتقولي اتفضل يا بابا، يا سلام، عندي بالدنيا وما عليا. خلاص اهوت يا سيدي، حقك عليا، وتفضل يا بابا، وده بيتك ومطرحك. انا كده مبسوط وفرحان، بس تكون من قلبك، مش بتراضيني وبس. عايزك تبقى باقناع كده وجوه قلبك كده، وفرحانه فعلا جوه قلبك وسعيده بيا ان انا قاعد معاكي وبونسكم، وان جاي اشوف ابني واشوفك. يا بنتي هي الحياه كده، الحياه دايما البني ادم يشوف فيها كل حاجه حلوه. الحياه هي النضاره اللي الواحد بيشوف بيها، يشوف الخير ويشوف الحب ويشوف السعاده ويشوف الفرحه في قلوب الناس. كل ما تشوفي ده كل ما ربنا يكرمك ويوسع عليكي ويديكي ويرضيكي على قد النية الطيبة اللي جوه قلبك. وكل ما تعملي حاجة حلوة قلبك بيبيض. ربنا يوعدك بزيارة الحبيب ويرزقك بذرية صالحة يا رب. شفت بقى انت اما رضاتيني ربنا سبحانه وتعالى يرضيك ازاي، وهتبص تلاقيني ادعي لك دعوات حلوة. ربنا يكرمك في صحتك ويكرمك في نظرك ويكرمك في مالك ويكرمك في الذرية الصالحة، وابقى راضي عنك وربنا راضي عنك. هو ده اللي انا بنصحك بيه. اوعي يا بنتي في يوم من الايام حتى لو بجوزك وحش، ما هو مكان ابوك، خدي رضاه ونعاش النهارده تحمليه. كل حاجة بتعمليها ربنا هينولها لك حسنة، والحسنة بيضاعف أجر من أحسن عملا. بس بقول لك ايه، بس انت عرفت تربي يا حماية. زي ما انا ما قفلت الباب في وشك، هو قفل الباب في وش ايه يا اختي. واللي انا عملته ده انا عارفه اللي هو غلط. عشان كده هو انا على قد ما انا ما زعلت منه، على قد ما هو كبر في نظري قوي يا حماية. بصراحه لو هو ما كانش عمل كده وقال لي لازم تراضى ابويا وتعتذري له، كان هينزل من نظري قوي. بس هو صدقني هو كبر في نظري، وهو راجل وسيد الرجاله، وفعلا يا زين ما ربيت يا عم. ربنا يخليهولك يا رب ويخليك يعيش يا لينا وانا حرمشي منك. وهو كمان قال لي اللي هو هيصالح آية، وهو قلبه ابيض ونضيف. أكيد انا عرفت يا هو طيب لمين. يا بنتي اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد، ولو فرط في أهله صدقيني هيجي في يوم يفرط فيكي. مش هيبقى لك عزة عنده، مش بايع العشرة، مش بايع العيش والملح، مش خايف من ربنا، ما عندوش لا إنسانية ولا أخلاق. هي دي العادات والتقاليد اللي احنا عشنا وتربنا فيها وتربنا في خيرها. هو ده الخير فعلا، الكلام الطيب، نفتح بيوتنا لبعضينا، نفتح قلوبنا لبعضينا، نحب بعضينا، نقابل بعضينا بصدر رحم. يا بنتي الحياة ساقية دايرة، ده يسلفها لده وده يسلفها لده، وزي ما البني آدم بيعمل بيلاقي. والله عمرك ما هتعملي شر هتلاقيه خير، وعمرك ما هتعملي خير هتلاقيه شر. الخير خير والشر شر، وكله بيصفي بعضه، والجزاء من جنس العمل، والمساواة في الظلم عدل. هو عمل كده عشان يحسسك، مش مبدأ ولا طبعه، بس هو عمل كده عشان يحسسك بالغلط اللي انت غلطتيه. انا ابني طيب ومتربي، اكيد لازم يصالح اختك، واكيد ندمان اللي بيعمله ده من ورا قلبه مش من قلبه. خلاص يا عم بقى، انت واخدني في دوكا اللي انا اقوم اجيب لك لا يا الغدا. ست الكل، ده انا مبسوط وسعيد انك عرفت ان ده غلط. لا انا دلوقتي الدنيا مش ساعاني من الفرحه. ما هو اللي يسعد قلبي لازم ربنا يسعد قلبه،
وانا بدعي لك ان ربنا يسعد قلبك، لانك كده جبرت خاطري وساعدتيني وريحتيني من اللي كان بيدور جوايا، فالحمد لله. خدي بالك من نفسك وخدي بالك من ميدو طيب وابن حلال. هتعملي لنا النهارده بقى؟ هقوم بقى المطبخ، انا كده عامله لك مفاجاه. ماشي عن اذن. بنشوف مفاجآتك. اياك يا رب تطلع حلوه، تكون مفاجاه كده تعوض التعب اللي انا تعبته الدار اللي فات ده. اشوف ماشيه مرات ابني بنت حلال اهو، بس مش عارف اهو الشيطان وزع. يلا الله يسامحها، ما هي بنت برضه وكلنا بشر وكلنا بنغلط ونغلط ونصالح ونغلط ونصالح، هي الدنيا كده لحد ما نموت. يلا ربنا يصلح الحال. ويا ترى جايبني هنا ليه؟ علشان خاطر وانا قاعده تعايرني مثلا ببق الميه اللي اشربه عندك ولا بق الشاي؟ بص يا ايه، باين البيت اللي انا طردتك منه هو نفس البيت اللي جاي اصالحك فيه. ليه؟ ليه؟ عشان انا غلطت، والاعتراف بالحق فضيله، وانا زي ما غلطت يا اختي لازم اصلح. وجاي تفتكر دلوقتي يا اخويا ان انت غلطت؟ عشان انا كنت مغلوط فيا وحق جالي، فلما حق جالي قلت لا لازم نرد الحقوق لاصحابها. صح. انت لو عرفت اختك عملت ايه هتقولي لي انت كنت حقك ان انت تطردني. اختي ما بتعملش حاجه وحشه. عملت ايه يا اخت؟ اختك طردت ابويا اختي نفس انا؟ الطريقه اللي انا طردتك بيها بنفس التفاصيل. لا مستحيل. لا مش مستحيل، وهي عارفه كويس ان هي طردته وواجهتها، وانا كنت عارف الموضوع وخدت حقي عن طريق ان انا طردتك، لان انا حبيت ان انا اخد حقي بنفس الطريقه اللي اتغلط فيها فيا. خدت حقي بنفس الطريقه اللي حصلت معايا وبنفس كل حاجه وبنفس التفاصيل. ليه بقى؟ واخد الحق ده عارف. وانا اختي اعترضت ذكاء. مين؟ طردتك يعني؟ طردت ابويا بقول لك. اختي انا عملت كده؟ ايوه انت لسه مستوعبه دلوقتي؟ لا لا لا، انا بقالي ساعه بقول لك نفس الكلام ده. داليا مستحيل تكون عملت كده في ابوك. عملت كده وانا اتفقت معاها اتفاق وقلت لها يوم ما تجيب ابويا وتصالحيه في نفس المكان اللي انت طردتيه، في نفس اليوم اجيب اختك واصالحها في نفس البيت اللي انا طردتها منه، وبكده يبقى الحق رجع لابويا والحق رجع لاختك. وانا واثق متاكد ان بعد اللي حصل ده اختك هتكون اتعلمت الادب وهتكون خدت اكبر قلم على وشها، ها، مش عارفة عشان ما أقول لك. تغلطش تاني. وانا يا بنتي يؤسفني ان انا عملت كده معاكي، بس انا عملت كده معاكي للغرض اللي كان في دماغي، لان انا اعرف اختي غلطها. انا لو راجل همجي ولا عليه الادب ولا ايدي طويله كنت دخلت لطشتها قلمين وخليتها خدت شنطه هدومها وطلعتها بره البيت، بس لا، هستفاد ايه؟ مش هستفاد حاجه. ابقى انا خربت بيتي بايدي وفي نفس الوقت ما جبتش حق ابويا، فانا جبت حق ابويا تالت ومتلت وضربتها القلم اللي ضربته لابويا 20 قلم على وشها، عشان تعرف ان الله حق، وعشان تعرف ان الغلط غلط وان صح صح، وان ربنا مش على كيف حد، وان كما تدين تدان. اللي بتعمله النهارده بيترد لك بكره. يعني انا مثلا لو انا ابن عاق خلاص يا موت. وبضرب ابويا مثلا وبقل ادب عليه، ربنا يخليني اعيش واشوف واخلف ولد وابقى انا كبير في السن ورائد عاجز بموت، وابني هيبقى عاق عليا وهيمد ايده عليا ويزعق لي. دي نقطه. طب انا مثلا لو انا مثلا راجل وحش خلاص يا موت انا فهمت. ومفتري على مراتي، اسمعني بس يا ايه، ومفتري على مراتي، ربنا يبعت لي واحد في الشارع مفتري وما عندوش رحمه ويفتري عليا. ليه؟ عشان راجل مفتري. فالحاجه اللي انت بتعملها تترد لك. احصد خير تزرع خير، تحصد شر تزرع شر. والله انا قلت المثل غلط. حقك عليا. تزرع شر تحصد شر، وتزرع خير تحصد خير. والله اختك لخبطتني وقلبت دماغي. حقك عليا وانا اسفه. انا مش زعلانه منك، انا اللي بتاسف لك بالنيابه عن اللي اختي عملته، الاحراج اللي هي لا حرمته. بالعكس، انت شلت حاجه مش بتاعتك، بس معلش كل واحد بيتضر من اللي وراه، فانت اتضريت بسبب الغلط بتاع اختك، فانا جيت صالحتك اهو ورضيتك وقلت لك حقك عليا عشان هي عملت كده مع ابويا. مفيش حاجه يا مودي، واحنا بينا كل محبه وكل ود، وفي بينا عيش وملح وفي عشره، وده بيتك تيجي الليل قبل النهار. انت اخويا يا مودي. تمام؟ تمام. انا مش زعلانه؟ لا طبعا مش زعلانه، هقوم انا امشي عشان الحق البيت عندي. اتفضلي وتنوري وتيجي في اي وقت.